بسألك عن نادي الخلود، من هو المنافس الشرس له ودائما يخشى مبارياته؟ مستقبل النادي سيكون أفضل بمراحل. أريبيان فيرست اللي هو أول لاعب عربي مو بسعودي، أول لاعب عربي يلعب بالدوري. من عشاق الخلود يقولون أبو ياسر محترف دوليا. كل الوثائق موجودة أني خضت تجربة احترافية عام 1988، فحتى بالنهاية عرض علي وإن كان شفويا، عرض علي الجنسية حتى ألعب مع المنتخب. ذكر أيضا أنك أول سعودي محترف دوليا، ومثل ما قلت أنا مستعد لتقديمها لكل مسؤول يريد أن يتثبت من التجربة. كيف ترى نادي الخلود بالسابق؟ يعني تواجد الخلود والحزم الدربي الوحيد في منطقة القصيم، وعاش النادي سنوات طويلة يرزح تحت ديون.